النهارده 1/1/2024. ده معناه ولا اي حاجه خالص، معناه ان امبارح كان 31 ديسمبر. كفايه بقى هايب وزيطه على اول السنه. فبمناسبه اول السنه هبدا اعمل فيديو كل اسبوع. عملت 9 فيديوهات ولا 8 مش عارف كام فيديو في سنه وشويه. هعمل كل فيديو اسبوع، كل اسبوع فيديو. ليه؟ عشان الصراحه التفاعل رهيب. التفاعل كان يعني بشكل اللي هو خلاص بقى لازم اكمل وكده، فاهم؟ فانا حسيت ان انا بكلم ناس كتير والناس كتير هخذلها وانا ما اتكلمتش، واقول الحاجه اللي في دماغي بمزاجي وانا بكلم نفسي عادي. ايه المشكله منزل فيديو وفي 20 واحد اتفرجوا، منهم 19 واحد اعرفهم، منهم امي واخواتي، وواحد عدى كده قال لك اما اشوف الفيديو ده بيقول ايه. عادي. واقعد اعمل اي حاجه عادي، هبل عادي، هقول اي في كل اسبوع ممكن اعمل فيديو بطريقه معينه لحد ما اشوف كده حاجه تعجبني واكمل فيها. المهم بمناسبه ان السنه خلصت يعني، فعايز اقول لك احترم نفسك بامانه. لما بجد احترم نفسك، مش احترم نفسك اللي هي لا، احترم نفسك اللي هو ايه، عارف لما انت مثلا تبقى في موقف بتتكلم مع حد كده وبعدين الموقف يحصل حاجه وبتاع والموقف يخلص وتمشي وتلاقي نفسك اللي هو يا ريتني كنت مش عارف قلت كذا، يا ريتني كنت عملت كذا، مش عارف ايه ده لما كان قال لي كذا كنت عارف الحته دي اللي انت قاعد مع نفسك عملت يا ريتني كنت مش عارف ايه. وهي عمرها ما الموقف هيرجع تاني وانت عادي، الموقف خلص وخلصنا ممكن يعني فاهم. لا بس انت تبقى متضايق وان انت مثلا ما عملتش حاجه او كان المفروض تعمل حاجه كده يعني. ده غالبا بيبقى سبب حاجه من 4 حاجات. لقيت ان في حاجه اسمها فاست، حاجه في السايكولوجي بتاع اللي هو من الاخر ازاي تحترم نفسك يعني، او الحاجات اللي انت بتعملها اللي بتخليك اللي هو تحترم نفسك وتقدر نفسك اكتر، لما بيتلخصوا في 4 حاجات على كلمه فاست. تمام؟ فالاف بيقول لك بي فير. يعني بي فير يعني انت وقت في موقف، تمام، فخليك فكر كده، خليك بتفكر ان انت تبقى فير وتبقى عادل في الموقف ده. كونفليكت معين او مشكله معينه بتفكر ان انت لا انا عايز ابقى عادل في الموقف ده، تمام، لنفسي واللي قدامي برضه، ويخلص بان انا يعني اديت له حقه وخليته كنت منصف ليه. ممكن في ساعتها تبقى انت مثلا متنرفز او ساعتها في شعور معين طاغي عليك، لما الموضوع يخلص ممكن تقول لنفسك اللي هو ايه، يا ريتني كنت عملت كذا مش عارف ايه، يا ريتني كنت اتكلمت كويس معاه مش كده. تاني حاجه ودي بجد حاجه مهمه جدا جدا جدا، نو ابولوجيز. دي اللي هي الايه، فاست اف ايه، نو ابولوجيز. مش نو ابولوجيز عامه، ما تعتذرش في الحياه عامه، لا بس اعرف تعتذر في ايه من الاخر. شوف ايه الحاجه انت هتعتذر فيها، هتعتذر شوف الحاجه اللي هتعتذر فيها، تمام، ويعني ما تطلعش الاعتذار كده وخلاص. انت غلطان ماشي اعتذر، مش هقول لك حاجه، بس قصدي ايه، مش طول ما انت رايح في الراحه فجاي له معلش انا اسف والله مش عارف ما كانش قصدي معلش، او معلش انا كان نفسي اعمل مش عارف كذا بس انا، وتقعد تعمل اللي هو الحته دي ما تعملهاش. انت غلطت اعتذر وخلاص، ما تعتذرش على الفاضي والمليان. هو الموضوع ايه، ان انت في الاخر بعد كل حاجه ما بتخلص بترجع تاني وتقعد مع نفسك، انت بقاش عندك غير يعني، انت بقاش خلاص الناس كلها مشيت وكل المواقف خلص وكل حاجه خلصت، انت قاعد بقى هتلاقي الموضوع ده في دماغك، او هتلاقي انت مثلا لا انا متضايق من نفسك ان انت ما عملتش كذا، او قل احترامك لنفسك شويه، بصيت لنفسك بطريقه مختلفه. تالت حاجه كانت ايه، خرب بيتك. تالت حاجه ودي ممكن تكون اهم واحده في الاربعه، اللي هي stick to values، اللي هي الاس اف اي اس stick to values. لانه دايما هي دي اللي بتعمل اكبر مشكله. انا ممكن قلت كده قبل كده بس دي فعلا بتعمل اكبر مشكله، ان انت حاطط لنفسك حاجات معينه، معايير معينه او مبادئ معينه تمشي عليها، تمام، مش انت تكون كاتبها يعني انا واضح عقد مع نفسك ولا ايه، لا بس هي في دماغك يعني انت بتمشي بيها في الحياه. مش هعمل مثلا حاجه معينه، مش هكذب مثلا، انا ماشي بدي حتى لو حصل اي حاجه، ده بالنسبه لي بيزك، ده بالنسبه لي الاساس بتاعي ان انا همشي بيه. اول ما ده بقى بتخسره او بتكسره بتلاقي نفسك انت متضايق فشخ من اللي انت عملته، لان ده بالذات بقى بتبقى حاجه يعني هتبقى يا اما حاجه حرام يا اما انت حاجه انت مثلا حاططها بنفسك انت مش تعديها، بس بتتضايق جدا من نفسك بعد اللي بيحصل ده. مثلا وعدت شخص بحاجه، تمام، وخلاص واكدت عليه وهعمل كذا كذا، وبعدين في الاخر خلفت وعدك، فانت بتلاقي نفسك اللي هو انا متضايق عشان من نفسي، فاهم ان انا ايه. ممكن واحد تاني ما يفرقش معاه، واحد تاني عنده الفاليو بتاعت ان هو يبقى صادق او يبقى يوفي بعده مش موجود اصلا، فتلاقيه عادي ماشي بيعمل يعني. ده الفرق بينك وبينه، مش ان انت ما انتوا الاثنين عملتوا نفس الحاجه، انتوا الاثنين خلفتوا وعدكم في حاجه معينه، تمام. انت بالنسبه لك ده شيء ده فاليو، ده ليه قيمه عندك ان انت تبقى انت بتوفي بوعودك، فعملت حاجه عكسها هتبتدي تتضايق من نفسك واحترامك لنفسك يقل. هو بالنسبه له عادي، هو بيعمل كده على طول وده مش فاليو عنده، فده الفرق بينك وبينه، مش الفرق ان انت غلطت، انت ممكن تغلط عادي بس الفرق ان ده فاليو عندك. واخر حاجه بي تروثفول، خليك صادق من الاخر يعني، ما تقعدش تحور تمانيبيوليت، ما تبقاش انسان ثعباني. والحاجات دي ممكن واحد يشوفها اللي هو ايه الهبل ده، حاجه باينه جدا، حاجه سهله جدا، حاجه الناس يعني حاجه مش محتاجه ان انت تقولها اصلا في الفيديو تقولها صح يا ابني الايه صح. الحاجات دي فعلا مهمه، حتى ان هي تبقى تتقال كده تستيت كده، الحاجات دي كلها ورا بعض مهمه. انت ركز في مثلا في واحده، تركز ان انت تعمل الحاجه دي بس مش تعمل حاجه تاني، هتلاقي نفسك فعلا في حاجات معينه بتتغير. يعني انت لما تفكر تحطها في دماغك بس كده وانت بتتعامل عامه، خدها يوم 2 3 4 لحد ما يجي موقف، او انا افتكرت مثلا الجزء ده فهلتزم بيه عشان هو ده الصح. من الاخر انا بقول لك
انا بقولك الصح، في الاخر تلاقي عندك الاربعه، تبقى انت تفرق معاك جامد جدا لما تعرف انت ليه مثلا لما بيخلص موقف بتتضايق كده، او ليه انت اتضايقت في الموقف ده، ليه حاسس بشعور مش كويس مش عارف ايه. فمن الاخر يعني هيحصل اي موقف، هتتكلم مع حد، هيحصل اي حاجه في اي وقت، هتقعد اي وقت إن كان في الدنيا، في الاخر هترجع وتقعد مع نفسك تاني، اللي هو انت خلاص، انت هو انت بس، فاهم؟ فمش هتعرف تهرب، يعني دي حاجه وحيده مش هتعرف تهرب منها. مثلا لو انت عملت حاجه مع حد ممكن تهرب، ولا ممكن تروح في حته، انت مش هتعرف تتجنب نفسك. قال لك هابي نيو يير يا عم وبتاع. بس تعرف يعني بحس ان هي برضه بدايه، فاهم؟ يعني انت يعني مثلا تخيل ان من اول مثلا ما بداوا يعملوا التاريخ، يكتبوا التاريخ ولا الكلام ده، بقى كان دي 1، دلوقتي بقى 2 3 4 5 لحد مثلا النهارده مثلا يوم مليار مش عارفه كام، ولا 25 ايا كان الرقم، احنا ماشيين بس يعني طالعين بس، فاهم؟ مفيش اعاده، تبقى حاجه ممله جدا وتدي فرصه، يعني حاجه تدي فرصه للناس اللي هي تعيد من اول تاني، بتمشيها سنه 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 سنه، يعني كل سنه كانها يعني حاجه كده. فانت بوظت الحاجه دي، فتقوم بقى من اول هنا تبدا كبدايه على نظافه، يعني فرصه ان انت تعيد او كده بس.